السلام عليكم. معكم قناة قلبك عارف، القناة اللي كتحاول تكون قريبة من قلوبكم. غادي نهضر معكم من القلب بلا تصنع وبلا فلسفة زايدة، غير كلام خارج من واحد الإحساس حقيقي، حيت بزاف ديال الناس كيبغيو يوصلوا، كيبغيو ينجحوا، كيبغيو يتبدلوا، ولكن قليل اللي فاهمين باللي أي حاجة كنتمنوها في هاد الدنيا عندها تمن، وماشي غير تمن مادي، لا، التمن الحقيقي كيكون من وقتك، من راحتك، من صبرك، وحتى من دموعك. واش عمرك سولتي راسك بصدق، أنا شنو مستعد نضحي بيه باش نوصل لداك الشي اللي باغي؟ حيت ساهل تقول بغيت ننجح، بغيت نولي شي حاجة كبيرة، بغيت نعيش مرتاح، ولكن ملي كيبدا الطريق كيبان صعيب، كيبدا التعب، كيبدا الشك، كيبدا الخوف، كنتراجعو بزاف. علاش؟ حيت مكناش واجدين باش نخلصو الثمن. الثمن ماشي ديما واضح من الأول، مرات كيجيك في شكل تعب، في شكل ناس ما كيشجعوكش، في شكل إحساس بوحدك، في شكل أيام كتحس فيهم باللي ما كاين حتى نتيجة، ولكن في الحقيقة راه داكشي كامل جزء من الطريق ديالك. الهدف ديالك ماشي غير حلم، راهو مسؤولية. إلا كنتي باغي تبدل حياتك خاصك تبدل العادات ديالك، خاصك تبدل ودير داكشي اللي الناس الآخرين ما داروش، خاصك تصبر فاش الناس كيتسناو النتيجة بسرعة، وخاصك تكمل حتى فاش ما كيبان حتى الضو. واش مستعد تصبر؟ واش مستعد تخدم على راسك في الصمت؟ واش مستعد تبقى كتآمن براسك حتى إلا ما آمن بك حتى واحد؟ حيت الحقيقة اللي خاصك تسمعها، النجاح ماشي ديال الناس اللي عندهم الحظ، النجاح ديال الناس اللي صبروا كتر من الآخرين. كاين واحد اللحظة في حياة أي واحد كيجلس مع راسو وكيقول واش نكمل ولا نحبس، وهذيك اللحظة هي اللي كتحدد كل شيء. إلا اخترتي تكمل راك كتختار الطريق الصعب أو الطريق الصعيب، ولكن الطريق اللي فيه التغيير الحقيقي. وإلا اخترتي تحبس راك غادي تبقى في بلاصتك، ويمكن حتى ترجع اللور. راه الحياة ما كتسنى حتى واحد، والفرص كدوز والوقت كيدوز، وحتى داك الحلم اللي في الداخل ديالك إلا ما عطيتيش القيمة غادي يبرد شوية بشوية حتى اختفى. ولكن كون صريحة معاك، راه ماشي ضروري تكون ديما قوي، كاين أيام غادي تطيح فيهم، كاين أيام غادي تحس باللي ما قادرش، كاين أيام غادي تبغي غير تهرب، وهذا عادي، راه حتى أقوى الناس كيدوزوا من هادشي.
المهم ماشي أنك ما تطيحش، المهم أنك كل مرة كتطيح فيها تفيق، حيث القوة الحقيقية ماشي في أنك ما تتألمش، القوة في أنك تكمل رغم الألم. شوف، يمكن حتى دابا عندك حلم ولكن خايف تبدأ، يمكن كتقول وإلا فشلت، ولكن عمرك ما سولتي راسك وإلا نجحت. راه الخوف طبيعي، ولكن إلا خليتيه يتحكم فيك غادي يسرق منك حياتك كاملة. الناس اللي وصلوا ماشي حيت ما كانوش خايفين، ولكن حيت داروا الخطوة رغم الخوف. ودابا خليني نسولك واحد السؤال من القلب، واش الهدف ديالك مهم عندك لدرجة أنك تتحمل عليه التعب، ولا غير فكرة زوينة كتبان لك مزيانة ولكن ما باغيش تخلص عليها؟ حيت الفرق بين الحلم والحقيقة هو الثمن. كاينين ناس كيبغيو النتائج ولكن ما كيبغيوش الطريق، كيبغيو الراحة ولكن كيبغيو النجاح، وهذا الشيء ما كيتجمعش. إما تختار الراحة وإما تختار التغيير، حيت التغيير كيطلب منك تخرج من ديك البلاصة اللي مرتاح فيها، داك الروتين، داك التفكير القديم، كيطلب منك تولي نسخة جديدة من راسك. وهاد النسخة الجديدة ما كتجيش بالسهولة، كتجي بالانضباط، بالصبر، بالاستمرارية، حتى في الأيام اللي ما كيبان فيها حتى نتيجة. وكنقولها ليك من القلب، راه حتى إلى الطريق طول وحتى إلى تأخر النجاح ماشي مشكل، المشكل الحقيقي هو أنك توقفتي، أو هو أنك توقف. حيت إلا بقيتي غادي حتى بخطوة صغيرة راك قريب توصل كتر من واحد واقف كيتسنى. خلي عندك واحد القناعة، أي حاجة كبيرة كتبدا صغيرة، وأي واحد ناجح اليوم كان واحد النهار بحالك متردد خايف وما عارفش واش غادي يقدر ولا لا، ولكن الفرق الوحيد هو أنه قرر يكمل. ودابا رجع لراسك، واش انت غادي تكون من الناس اللي كيبداو وما كيكملوش، ولا من الناس اللي كيتعبوا وكيتألموا ولكن كيوصلوا؟ راه القرار بيدك. وما تنساش، الله ما كيحطش في القلب ديال أي واحد حلم إلا هو عارف باللي قادر يوصله. ولكن انت خاصك تبين لراسك باللي مستعد، مستعد تصبر، مستعد تتعلم، مستعد تغلط وتعاود، مستعد تبقى واقف حتى فاش كل شي كيبان ضدك. حيت في النهاية الهدف ماشي غير وصول، الهدف هو شكون غادي تولي في هذا الطريق. واحد النهار غادي تشوف اللور وغادي تفهم باللي داك التعب كامل، داك الصبر كامل، داك الألم كامل ما كانش عبث. كان كيبنيك، وديك الساعة غادي تقول الحمد لله لأني ما استسلمتش. دابا خليك مع هاد الفكرة، كل هدف عنده تمن، وانت واش مستعد تخلصو